أنا ماريا شرف من المغرب. مرحبا بالجميع في فيديو جديد من سلسلة لنتحد من أجل مغرب ديمقراطي. هذه الحلقة غادي نشرح المعنى ديال الديمقراطية البرلمانية. الديمقراطية البرلمانية هي نظام حكم يفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية هي البرلمان، يتكون من غرفة واحدة كدنمارك والسويد أو 2 كالمغرب. فمجلس النواب المغربي يقوم بصياغة القوانين والمصادقة عليها، ثم ترفع لمجلس المستشارين لمراجعتها. وتتشكل الحكومة من تحالفات بين أحزاب تمثل الأغلبية في البرلمان. إن دور السلطة التشريعية في الديمقراطية البرلمانية هو صياغة القوانين والرقابة على الحكومة، ودعم أو معارضة التشريعات، بالإضافة إلى تمثيل المواطنين. البرلمانات في الديمقراطيات البرلمانية لها القدرة أيضا على محاسبة الحكومة من خلال سحب الثقة، لذا على الحكومة أن تحافظ على دعم الأغلبية البرلمانية لتستمر في ممارسة السلطة. فالسلطة التنفيذية هي الحكومة، وتتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان المنتخب. هذا النوع من الديمقراطيات هو الأكثر انتشارا. ومن خصائصه: أولا، المسؤولية الحكومية أمام البرلمان. في الديمقراطية البرلمانية تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، ولكن يجب أن تحتفظ بثقة الأغلبية البرلمانية. فإذا فقدت الحكومة هذه الثقة، يمكن أن تجبر على الاستقالة، مما يعكس مبدأ المساءلة والشفافية. ثانيا، في الأنظمة البرلمانية غالبا ما يكون هناك تمييز بين رئيس الدولة، الملك أو الرئيس، ورئيس الحكومة أو رئيس الوزراء. لرئيس الدولة دور شرفي، بينما رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء هو الذي يدير شؤون الدولة الفعلية. ثالثا، تلعب الانتخابات دورا محوريا في تكوين البرلمان، والذي بدوره يؤثر على تشكيل الحكومة. الأحزاب السياسية تؤثر بشكل كبير في العملية السياسية، حيث تعمل كوسيط بين الناخبين والحكومة. رابعا، نظرا لطبيعة النظام البرلماني، غالبا ما تكون هناك حاجة لتشكيل تحالفات بين الأحزاب لتكوين حكومة أغلبية. هذا يعزز الحوار والتوافق بين مختلف الأطياف السياسية. إن تحقيق الديمقراطية البرلمانية يتطلب توحيد جهودنا والعمل سويا نحو بناء مؤسسات تمثل حقا كل فئات المجتمع. سنهتم في الحلقة المقبلة بدور القضاء كحجر للزاوية للحفاظ على النظام القانوني وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التطبيق العادل للقانون. لا تنسوا تقاسم هذا الفيديو، وإلى اللقاء.